السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل تشكيله حلوه بالجلاش. هنعمل الجلاش الساده وكمان اللي هو بالمكسرات بالكنافه، المحشي بالكنافه. حاجه كده جميله جدا، حاجه كده تشرفك قدام ضيوفك. ولا كمان الطعم حكايه حكايه حكايه، حاجه كده قرمشه على طراوه، على حاجه كده جميله جدا. ولا كمان اللي هو الساده ده بقى حاجة كده من الآخر، حاجة جميلة قوي. أتمنى إن انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، بجد هتطلع معاكم ناجحة وجميلة من أول مرة. يلا تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. أول حاجة هبتدي بيها هنعمل الشربات أو السيرم اللي هنسقي بيه الحلويات بتاعتنا النهاردة. معايا كده كوبايتين من السكر، هحطهم كده في حلة، وهجيب عليهم كمان كوبايتين إلا ربع من المية. حابة تقللي المية لكوباية ونص مفيش مشكلة، بس انا بحبه خفيف شوية عشان ما يجزعش النفس كده، وكمان الحلويات بتاعتي تبقى خفيفة. واعصر عليهم نص ليمونة. عادي اعصر الليمونة يعني في قبل ما ارفعه على النار، عادي مش هيجرار ولا اي حاجة. هقلبه تقليبة خفيفة علشان مش هقلبه خالص وهو على النار. وبعد كمان وكمان ما يسكرش معايا. وبعد 10 دقايق من الغليان هبتدي ان انا احط بقى معلقة صغيرة خالص من الفانيليا السايلة، ولو عندك برضو تقدري تستبدليها بفانيليا بودر عادي مفيش مشكلة. هديها تقليبة خفيفة وهطفي عليها النار. وكده بقى السيرم او الشربات بتاعنا بقى جاهز. هدخله بس التلاجة يسقع شوية لحد ما اخلص باقي الحاجات بتاعتي. هجيب بقى لفة الجلاش بتاعي كده بالشكل ده، وهبتدي ان انا افردها كويس خالص. ولو فيها اي تكسرات او اي حاجة خليها من الداخل، بس هي الحمد لله يعني كانت كويسة وسليمة معايا. فهبتدي ان انا ابرمها كده كويس خالص كده، برمة كده بالراحة خالص. وهجيب بقى السكينة بتاعتي. يفضل ان السكينة بتاعتي تكون مسنونة كويس او حادة حامية معايا علشان تقطع الجلاش بتاعي ما يتفرولش معايا. وهقيس كده كل صباعين، هقيسهم وهقص بعدها. هقطع بعدها قطعة الجلاش. هيبقى معايا بالشكل ده كده. بعد كده هجيب صينية الكب كيك دي، هنحطها فيها. وهحاول ان انا اظبط كده الطبقات بتاعه الجلاش كده في صينيه الكب كيك. ما عندكيش صينيه كب كيك عادي ممكن ان انت تجيبي صينيه عاديه، وهوريها لكم في الطريقه التانية بتاعه الجلاش. وتفرديها تحطيها عادي في الصينيه التانية، بس تحاولي ان انت تجمعيهم كده جنب بعض علشان ما يفكش مننا. بعد كده هنيجي بقى للسمنة بتاعتنا بقى. انا هنا معايا كوباية سمنة كبيرة كده مسيحاها. هسقي بقى الجلاش بتاعي كده كويس خالص لحد لما احس ان هو اتشرب كده كويس خالص من السمنة بتاعتنا. وبعد كده هركنه على جنب لحد ما اعمل الشكل التاني من الطريقة التانية من الجلاش. هجيب بقى صينية كده هدهنها دهنة كده كويسة كده بالسمنة. وهجيب بعد كده الجلاش اللي اقصد الكنافة بتاعتي هفتفتها خالص. ولو كنافة مجمدة برضو هنفككها خالص عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. هحاول ان انا افتفتها خالص خالص. تمام كده. بعد كده هجيب كده معلقتين كبار كده من جوز الهند، ومعلقة كده من السكر، وعليها كمان معلقة من الفستق الكداب. عملته معاكم قبل كده في القناة، هبقى اسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن تحت. وبعد كده الحشوة بتاعتي دي هتبقى جاهزة معايا. هجيب بعد كده الجلاش بتاعي باقي النص جلاش اللي انا شلته، طبعا كنت حافظاه في كيس علشان ما ينشفش مني. وهبتدي ادهن طبقة طبقة. انا هنا هاخد 3 طبقات من الجلاش، هدهن بين كل واحدة وواحدة هدهن كده بالسمنة بتاعتي دهنة خفيفة خالص كده. بقى دي الطبقة التانية معايا. هندهن برضو الطبقة التالتة نفس الكلام. بعد كده هنبتدي برضو نجيب
الكنافة بتاعتنا بعد ما دهنا ال3 طبقات دول، هبتدي اجيب الكنافة بتاعتي واحشي بيها كده الجلاش بالشكل ده كده. هفردها كويس كده خالص، وما خليش فيها اي تكتلات خالص، علشان لما نيجي نبرمها ونلفها ما تبقاش مكلكعة في الجلاش وتستوي وتاخد السوا المظبوط بتاعنا. وهرش بقى الحشوة بتاعتنا كده وهبرمها كده زي الطريقة التانية بالشكل ده كده. هبتدي برضو ان انا اقص كده الجلاش بتاعي بالشكل ده كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي وهبتدي ان انا ارصه جنب بعضه كده، واخلي الفتحة بتاعت الجلاش كده يا اما سند على الصينية يا اما سند على اختها تانية من الجلاش بالشكل ده كده يا جماعة. بعد كده بقى هكمل باقي كل الكمية دي بنفس الطريقة. عند التسوية بقى هبتدي ان انا اجيب الجلاش بتاعي، هحطه بقى في الفرن، هحطهم بقى في الفرن وهولع عليهم بقى على الهادي خالص خالص خالص. اهم حاجة في تسوية الجلاش ان احنا نسويه على الهادي، ما ينفعش نعلي عليه النار خالص خالص. دي بقى ايه الجزئية المهمة خالص في الجلاش، لان انتي لو سبتيه شوية هتلاقيه اتحرق منك وهتلاقي جزء اتحرق وجزء لا، فلازم التقليب المستمر في التسوية علشان ما يتحرقش من جنبه وجنبه. لا، هو يعني النوع ده من الجلاش اللي هو محشي بالكنافة بياخد وقت شوية عن اللي هو من غير حشوة الاولاني. هطلعه الاولاني اللي احنا عملناه في الاول في صينيه الكب كيك، مش هياخد وقت في الفرن. ده اللي هياخد وقت شويه، ده هياخد ساعه تقريبا. هكمل بقى كده كل الكميه بتاعتي بالشكل ده كده، وهزقيه برضو بالسمنه بتاعتي. حابه تضيفي جزء من الزيت، يعني تحطي نص مثلا الكوبايه سمنه ونص الكوبايه زيت برضو مفيش مشكله، علشان الورق بتاعي يبقى مورق وحلو. اهم حاجة برضو السمنة بتاعتي تبقى مغرقة كده، كل واحدة تتحط عليها معلقة كده من السمنة او معلقتين كده من السمنة، لازم تتشرب كويس خالص. اي نعم احنا حاطين قبل كده، بس الخطوة دي او التكاية دي مهمة جدا ان انتي تشربي الجلاش بتاعك بالسمنة. هبتدي ان انا اوزع كده على كل واحدة كده معلقة كبيرة كده من السمنة اللي هي بالزيت، يعني سمنة وزيت مع بعض. انا حاطة هنا سمنة وزيت مع بعض، يعني نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. تمام كده، هو ده بقى اللي هيخليها لي مورقة وجميلة من جوه وسواها مظبوط ومش معجنة ومكتلة معايا. هنا بقى بعد ما دخلتهم الفرن، دي استوت الاول. الصينيه دي زي ما قلت لكم مش بتاخد سوا، فهقلبها كده على الناحيه التانية. شايفين اللون بتاعها جميل ازاي؟ او اللون بتاعها بصوا كمان هشه جدا، وصوتها كمان يعني تحفه خالص، يعني بتقرمش كده، بتتكسر معايا وبتتفرول معايا كده من وهي لسه. هدخلها بقى تاني الفرن، وبعد كده دلوقتي بقى انا كده طلعتها. كانت خدت الناحية اللون ده خدت اللون على الناحيتين، فانا طلعتها بعد كده وزقتها على طول بالشربات. لازم الشربات بتاع الجلاش يبقى ساقع، والجلاش اول ما يطلع من الفرن يتسقي على طول بالشربات بتاعنا. تمام كده. بعد كده بقى كان ده خلاص طلع برضو، طلعته وزقيته هو كمان بالشربات بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. ده بقى بعد ما طلع خد السوا من ناحيتين وبقى كان مظبوط. هطلع لكم كده واحدايه كده من النص، شايفين ما شاء الله السوا بتاعها مظبوط وتمام، مظبوطه من تحت ومن فوق وجميله كمان من جوه خالص، يعني كمان مقرمشه كده ومديه كده على طعم جميل خالص. والكنافه من جوه مش معجنه مستويه، هوريها لكم في اخر الفيديو. هطلعها بقى كده في طبق التقديم.
تقدري تزينيها باللي انت تحبيه، يعني تزينيها مثلا بكريم شانتيه، تزينيها بمكسرات كده من فوق. هنعمل كده كم من وحدايه كده بالكريم شانتيه. الكريمه دي انا عاملاها بكوبايه ميه ونص كوبايه كريمه ونص كوبايه سكر، وعليها نقطتين فانيليا، وضربتهم بقى ضرب كويس خالص بالمضرب بتاع الكهرباء. وبعدين حطيتها في التلاجة وحطيتها بقى كده. دي الكريمة انا عاملاها في كذا حاجة، يعني في الحلويات قبل كده. اللي حابب يشوفها هسيبها لكم في قسم الحلويات كده في اخر الفيديو. ودي كمان كده جزء زينته كده بالفستق الكداب، عملته برضو معاكم على القناة. وهنا بقى الكمية اللي كانت عندي ما عملتهمش كلهم بالفستق، هعمل شوية كمان بالكريمة. حاجة بصراحة جميلة كده، طراوة من بره على قرمشة، بصوا حاجة ما تتوصفش بصراحة، حاجة جميلة جدا. يعني اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. والتزيين ده بقى اختياري، يعني انا كده كان عندي شوية حاجات كده في الفريزر، حبيت ان انا اعملها. شايفين القرمشة ولا كمان السوا بتاعها مظبوط وحلو قوي. يعني بجد بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا وهتشرفكم. وبس كده، انا هنا بقى كنت بوريكم قد ايه هي كانت جميلة. يلا، لا لو وصلتوا لهنا بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.